يا صباح الفل. التايم مانجمنت أو تنظيم وإدارة الوقت. لو أنت من الناس اللي حاسة نفسها مضغوطة طول الوقت ومش عارفة تخلص اللي وراها ومش عارفة تنظم يومها ازاي، وحاسة دايما ان هي مضغوطة وال24 ساعة مش كفاية، يبقى تعالى هنا عشان هقولك 10 حاجات هتساعدك انك تنظم وقتك بشكل فظيع وهتكون أكتر إنتاجية. الأول خلينا نعرف يعني ايه تنظيم وإدارة الوقت. هي عملية الهدف منها التنظيم والتخطيط الصح للوقت وتقسيمه بطريقة كويسة وصح على الحاجات اللي احنا محتاجين نخلصها في اليوم. وعكس ما الناس كتيرة فاهمة ان لما تكون مشغول مش بالضرورة ان انت تكون منظم وقتك صح. بتنجز اللي وراك، لكن مش بإنتاجية صح، مش بجودة صح، وهتفضل دايما طول الوقت حس ان انت مضغوط مضغوط مضغوط. العكس هو الصحيح يا جماعة. في كتير من الأوقات لما تنظم وقتك هتنجز صح وتخلص وتحس كمان بالإنجاز، وهيكون عندك وقت فاضي تقدر تستريح فيه. ومن فوائد تنظيم وإدارة الوقت، أول حاجة إن احنا بنكون عندنا ضغط أقل، هنوفر وقت فراغ أكبر عشان لنفسنا عشان نستمتع بيه، هننجز شغلنا بإنتاجية عالية، هنبذل مجهود أقل. وخلينا نبتدي على طول في ال10 نقط. أول حاجة، وضع خطة وهدف معين على المدى القصير والمتوسط والطويل. مهم تكون الأهداف قابلة للتحقيق علشان لما ننجزها ننبسط ونحس بالإنجاز، مش إن هي تكون حاجات مستحيلة فنحس دايما بالإحباط. 2، هنحط قائمة أعمال بالحاجات المهمة اللي احنا عايزين ننجزها في اليوم وهنكتبها. الكتابة من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. التودو ليست دي لازم تكون واضحة، وده بيسهل كتير انك تنظم وقتك. 3، اعمل أولوية للحاجات الأهم المهمة فالأهم، لكن خلي بالك انك ما تأجلش حاجة من المهمات بتاعت النهاردة لبكرة، علشان ده هيحط ضغط زيادة على بكرة وعلى بعده، فهتبتدي تتلخبط أيامك تاني. 4، مهم يكون عندك حاجة زي النتيجة، يعني كالندر كده تحدد بيها بداية ونهاية كل ميشن عندك. ده هيساعد كتير قوي لأنك كل مرة تحط فيها فترات زمنية محددة، فانت كده بتبعت أوامر لدماغك بشكل مباشر وشكل طبيعي جدا ولا شعوري، بحيث ان هو بينتبه ان عنده حاجة مهمة لازم يعملها في فترة محددة. هيكون حلو قوي لو قعدت يوم اجازتك مثلا الصبح تحط الخطة بتاعت الأسبوع، وطبعا عندك خطة أكبر وأكبر للمهمات اللي محتاجة شهر أو أكتر، لكن انت مهم انك تحط كل حاجة في وقتها. يعني الهدف قصير الأجل زي ما بيقولوا في وقته، الهدف الطويل الأجل في وقته. 5، اعمل مهمة واحدة في كل مرة، ما تعملش كذا حاجة مع بعض عشان ما تتشتتش. 6، حاول تشجع نفسك وما تستسلمش للكسل، ما تقولش مش هقدر وده صعب وده بعيد، لأ، شجع نفسك انك هتقدر وانك هتعمله. 7، نظم المكان اللي انت شغال فيه، إذا كان في البيت أو في المكتب. ده بيساعد كتير قوي إنك تنظم وقتك، لأنك هتوصل لكل حاجة بسهولة، فمش هتضيع وقت إنك تدور على ورق مهم أو شغل مهم. 8، خد استراحات في النص، حتى لو مضغوط جدا وحاسس إن أنت لسه ما خلصتش، قوم وخد وقت راحة ليك. الريست ده يا جماعة هيجدد نشاطنا جدا وهيخلينا أحسن لما نرجع تاني للشغل. 9، نتجنب بقى الحاجات اللي ممكن تشتت انتباهنا زي الانترنت والسوشيال ميديا. يعني بنفضل ان احنا لما نكون حتى لو شغلنا اونلاين، كل الاكاونتس بتاعتنا على السوشيال ميديا تكون مقفولة، ما تكونش اكتف، عشان تعرف تركز وتعرف تنجز الشغل بتاعك من غير اي تشتيت. 10، لما يكون في حاجة مش مهمة ابعدها عن جدولك، ما تحشرش حاجات مش مهمة في النص عشان دي ممكن تضيع الوقت. خليك دايما تعمل الحاجات المهمة. بالشكل ده هنقدر ننظم وندير وقتنا صح جدا، وننجز كمية أكبر بكتير من اللي احنا كنا بننجزها في الطبيعي، وكمان هنحس بالراحة، مش هنحس ان احنا مضغوطين. يا رب أكون أفدتكم في الكام نقطة دول، وكلنا لازم نجرب الموضوع ده ونشوف. يعني أنا جربته بصراحة ونفع معايا وبينفع جدا،
وأتمنى إن انتوا كمان تجربوه. باي باي.